السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين صحه مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا بالف صحه وعافيه والهنا والسرور، كلكم تكونوا مرتاحين ان شاء الله، والصحه والراحه في طولكم، الصحه في الطول ديالكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الثلاث وجبات اللي شفتوا في الاول في الصوره، ثلاثه غادي نشاركهم معكم ان شاء الله. غير هو بين ما جمعت الكوزينه ان شاء الله، نجمع الموعد عادي يمكن لي غادي نبدا الطياب، وغادي نشارك معكم هاد الوصفات اللي درت اللي هما الشوفان بالبيض في المقله، كيجي لذيذ البنات. وهو ما غاديش نوريكم مقادير بالنسبه، غادي نوريكم غير طريقه الطياب، ولكن غادي نقول لكم شنو درت فيه باش تكون وصفه سريعه. المهم غادي نشارك معكم الحوت في اللاطه، كيجي لذيذ البنات وصحي، ما فيه لا زيت لا ليدام لا والو، كيجي بحال المشوي واحسن من المشوي. في اللاطه سامبل يعني ما فيه لا زيت لا حتى شي حاجه، غير الملحه والكمون كيجي، وداك القزبر يابس كيجي لذيذ. ستفوه في اللاطه كيجي واعر، وفي شي بنه ما نقولش لكم تيخرج مقرمل وبنته زوينه. المهم غادي نشارك معكم حتى الروز، حتى هو الروز في سميتو بالشرموله ديال الفلفله والبصله والقطعات ديال اللحم ان شاء الله. الروز كلاصي. المهم حتى هو غادي نشاركو معكم، كيجي لذيذ بزاف البنات، صدقوني صحي بالنسبه لوجبات رمضان. رافقته مع الفطور، كنرافق حتى الوجبات ديال الشوفان اللي الحسوه ان شاء الله مازال غادي نشاركها معكم. الحسوه ديال الشوفان تجي لذيذه وصحيه في نفس الوقت، وعندها مكونات غذائيه زايده. ان شاء الله يعجبكم الفيديو ديالي وتعجبكم الوصفات اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله. وما تبخلوش عليا باللايك البنات والبارطاج واللي خدتكم عليا. شكرا لكم على المتابعه، خليكم مع بقيه الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الوصفات اللي غادي نحط لكم ان شاء الله. مرحب. هذا هو الحوت البنات اللي قلت لكم، كيجي لذيذ. غير تغسلوه تستفوه في اللاطه، ما ديروا لا زيت لا والو، غادي تدردروا عليه الملحه الكمون القزبر يابس، صافي تدخلوه الفران طيب من تحت ومن الفوق. شوفوا كيفاش كيجي، غير من الشوفه ديالو راه باينه لذيذ بزاف صدقوني، وفي نفس الوقت صحي يا البنات. ديروا بالراس ديالو بحال هكا بالمصارمه وكلشي ليه، تيجي بحال المشوي واحسن كاع في البنه تيجي احسن. غادي تجربوه عاد غادي تحكموا هانتوما كيفاش كيجي طايب. حتى اذا بغيتيه مقرمل، زرت الحوت مقرمل خليه شويه في الفران. اللي عزيز عليه الحوت رطب راه تيطيب هو دغيا صافي تتخرجيه بالصحه والراحه. وغادي ندوزو باش تشوفوا الشوفان اللي تندير. ها هو كندير خبيزات ديال المقله، كيجي رقيق ديال الشوفان. شنو كندير؟ كندير 2 معالق ديال الشوفان، ترطبهم في كاس تاع الحليب، كنخليه واحد الساعه حتى كيرطب، ومن بعد كنزيد عليه 2 بيضات، 2 فرماجات، القزبر يابس، الكمون، شويه الزيت العود والزعتره. كنخلط مزيان ونطيبها. هي هذه كتجي خبزه رائعه
ولذيذه وصحيه مقويه للجسم، وفيها فيتامينات عده فيتامينات كيخليك تحسي بواحد الشبع نهايه تشبعي. وهو اللي تندير انا في الافطار تناكلو انا والابن ديالي. انا كما شفت انا متابعه هاد 15 يوم الاخيره في رمضان متابعه على الخبز. قلت علاش ما نبقاش ندير الشوفان وصحي في نفس الوقت بالنسبه لي يدير الريجيم. المهم هي هذه سائله، هي هذه كتجمع راسها صافي وكتجمع وكتقلب هي هذه، لان فيها البيض تيجمعها فهمتوني. ونتمنى تجربوها راه زوينه للوليدات وكلشي وصحيه. شوف كيفاش كتجي. دابا غادي ندوزو باش نوريكم الروز اللي درت لكم بالشرموله. غادي نحتاج هنايا الفلفله مقطعه والبصله مقطعه، وغادي ندير عليهم زيت الزيتون اللي مرقد في ورقه سيدنا موسى، وفي الثومه زيت الزيتون. ما يحتاج كاع ندير الثومه لان الزيت فيه نسمه ديال الثومه، ما يحتاج كاع ندير الثومه. المهم كندير الزيت في التوابل. غادي ندير هنايا قزبر يابس، ابزار، الملحه، وغادي نخلط مزيان. وغادي ندوز باش نقطع اللحمات اللي عندي. غادي نخليها غير تسخن غير واحد شويه وغادي نزولها. من بعد غادي نضيف عليها اللحم صافي. غادي ندوز ناخذ واحد الكاسرون تاع الماء اللي هي هذه، غادي نديرها على نار وغادي نضيف عليها في نفس الوقت زلافه ديال الرز كلاصي في الماء بارد، يعني ما نتسناش حتى يغلى. وتنضيف الملحه وكنحركها وصافي. ما يجي فين يغلى الماء حتى كيطيب الرز، غير تيطيب وما تيشربش الماء، يعني كيبقى يطيب في الماء ديالو، يعني مش بحال الرز العادي. المهم غادي نحيد هاد الفلفله والبصله وغادي نخليهم يقلاو. غادي نزيدها واحد شويه الزيت، غادي نضيف عليه تقيطعه ديال اللحم كما شفتوا معايا هنايا البنات، وتقيطعه رقاق باش دغيا يطيبوا. كيمكن لكم ديروا داكشي كيبقى اختياري، عندكم الكبته ولا عندكم لاداند ولا اللي بغيتو نتوما. انا كنت بغيت ندير مريقه ونخلطها معاه يعني باللحم، ولكن فضلت انني ندير الشرموله غير هكا، لان اول مره تندير تجربه وجات زوينه الصراحه. صدقوني جات لذيذه وبنينه. صافي تنحرك اللحم ديالي بحال هكا حتى ياخذ اللون ديال الطياب صافي. غادي نضيف عليه التوابل اللي دايره هنايا. واخده جوج مطيشات مقطعين، داير عليهم سكينجبير، تحميره، كمون، خرقوم، الابزار، ودرت حتى شويه القرفه حتى هو وقزبر يابس. غادي نضيف هنايا الربيع ومعدنوس مقطع عندي هنايا مع البصله والفلفله اللي طيبت من قبل. غادي نخلط كلشي المكونات مع بعضها اللي هما هادو كما كتعطيني هاد النتيجه هادي. كيجي زوين وريحته زوينه وباينه لذيذ، غادي يجي مع الروز روعه. ونهم مع بعضياتهم وغادي نرجعوا باش تشوفوا كيفاش جا البنات. جا لذيذ صدقوني والله حتى جا بنين وصحي. واو البنات الراس ديالي هو هذا كيفاش كيجي وبنين، عرفتي شحال كنتمنى صراحه. المهم نتمنى تجربوا، نتمنى نال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. ما تبخلوش عليا بلايك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه. ما تبخلوش عليا بلايك. مرحبا
مرحب يا هلال